سلام خياتي، مرحبا بكم في قناتي. اليوم حبيت نشارك معكم تجربتي مع ثلاجة ماكسويل. واش كاين كامل فيها المميزات ديالها، وراح نشارك معكم شحال شريتها، يعني الثمن ديالها. اذا كاول حاجه راح تشوفوا واش مكتوب في هذا النموذج. مكتوب قليل الاقتصاد بالنسبه لكميه استهلاك الطاقه كيلو وات ساعي في السنه على اساس النتيجه المتحصل عليها في ظرف 24 ساعه ضمن شروط الاختبار المعياريه. الاستهلاك الحقيقي يتوقف على ظروف الاستعمال ومكان وجود الجهاز. إذا هذا الجهاز يستهلك 329 كيلو وات ساعي في السنة. إذا بالنسبة للحجم تاع هذه الثلاجة حجم متوسط، يعني مليح هكذا لعائلة تكون متوسطة ولا عائلة صغيرة. بالنسبة للسعة المخصصة لمواد المبردة باللتر راح تدي 256 لتر. كاين ثلاجة أكبر من هذه أكيد راح تزيدي يعني في الثمن. بالنسبة للسعة المخصصة للمواد المجمدة يعني في الكونجيلاتور راح تدي لكم حتى 77 لتر، يعني كمية لاباس بها. بالنسبة للضجيج 42، يعني دير شوية ضجيج، يعني حسب تجربتي يعني فيه شوية ضجيج. يعني خطرات فيها ضجيج، خطرات عادي. بالنسبة للبلد المصنع هو الجزائر. هنا راح يعني نفتح لكم الكونجيلاتور باش تشوفوا يعني كيفاش داير الداخل. كما راكم تشوفوا يعني الحجم ديالو راهو كبير ما شاء الله، يدي يعني كمية لاباس بها. كما على بالكم راهو مكتوب داخل نو فورست، يعني هذه الثلاجة تعمل بالبخار، يعني ما تلقاوش هذاك لاغلاس كامل في الكونجيلاتور، ما ديرش كامل لاغلاس. هنا ثاني على الباب عندك زوج رفوف، هنا تقدر يعني ديري مثلجات ولا يعني اي حاجة حبيتي ديريها. وهنا من تحت عندنا يعني الرف الاول تقدري ديري فيه هكذا لحوم. اذا حبيتي يعني شريتي لحم حبيتي تستهلكيه في هذاك النهار ولا الدجاج ولا الحوت، ديريه في هذا الرف هكذا باش ما تخرج كامل هذوك الروائح للثلاجة كامل. وعندنا ثاني 3 رفوف هكذا مصنوعة من الزجاج، يعني لازم تحذري عليهم. كي ديري يعني ما ديريش حاجه ثقيله بزاف عليهم باش ما يتكسروش. كي زعما كي نجيبو هكذا دلاعه كبيره لازم نقسموها هكذا لي طرونش ونديروها هكذا، نقدروا يعني نحافظوا على الثلاجه ديالنا. وعندنا هذا الرف من تحت كامل، هذا مخصص باش ديري فيه الخضره ديالك ولا حتى الفاكهه. هنا ثاني ما ديروش يعني كميه تعمروه حتى يعني يتمتم، وكي تجبدوا يعني تقدروا تكسروه بكل سهولة. وهنا جات مع هذا تاع البيض، يعني جات برك وحده، ما على باليش اسكو نورمال ولا لا باسكو موالفه في الثلاجه القديمه عندي زوج. جات وحده تاع لي كلاصون. وعندنا ثاني 3 رفوف هكذا تقدري يعني ديري فيه اما المعلبات اما يعني ما على باليش واشنو قرعه كازوز ولا. المهم هذا واش كاين فيها. عندها ثاني يعني من تحت شغل كما نقولوا شغل كرياج هكذا تقدري ثاني تحطي عليه. هنا كما راكم تشوفوا يعني راني صورت لكم كي شريتها جديدة، الآن راني استخدمتها، يعني حبيت نشارك معكم التجربة ديالي معاها. يعني ثلاجة ما شاء الله تبرد مليح، وحتى يعني كي تخدم بالبخار يعني أفضل. ما تلقاوش هذاك لاغلاس في الكونجيلاتور، هذاك لاغلاس يعني يدي كما نقولوا هكذا ما كان في الكونجيلاتور كي ديروا يعني ما تقدروش ديروا كميه كبيره. بصح العكس كي يكون يخدم بالبخار ما تلقاوش كامل هذاك لاكلاص في الكونجيلاتور. هنا راح تجي معاها شهاده الضمان. اذا مده الضمان لهذه الثلاجه هو 24 شهر ولا عامين.
قولوا برك لي مول الحانوت باش يعمر لكم هذه الشهادة. راح يعمر يعني اسم البائع وثاني اسم المشتري. هكذا إذا خسرت يعني أي حاجة في هذه الثلاجة تروحي تتصلي بمقر الخدمات ما بعد البيع، هما يجيو يخدموا لك الثلاجة ديالك بصح بشروط. إذا كان العيب منهم يعني هذا المنتج فيه أي عيب صناعي، الإصلاحات التي تتم في إطار الضمان تكون مجانيا، يعني يخدموا لك باطل. التعويض قطع الغيار المعطلة يكون بدون مقابل ثاني مجاني. اليد العاملة يعني الخدام اللي يخدم لك هذه الثلاجة باطل. يعني الإصلاحات في فترة الضمان تكون تحت مسؤولية الشركة، بصح كي يكون يعني الفساد من جراء النقل، يعني خدوش كيما يعني الخدش كيما راكم تشوفوا في الثلاجة ديالي، هذا ما عندوش يعني ضمان. ولا اي حاجة تكسرت كي جبتوا الثلاجة ديالكم، هذاك ما فيش الضمان. التركيب والتشغيل بطريقة غير مطابقة للتعليمات. الاستخدام الغير المنصوص عليه في الدليل الاستعمال، لازم تقراو الدليل. وعندكم التلف بسبب صاعقة يعني كهرباء ولا الماء ولا الرطوبة، لازم ديروا ثلاجة ديالكم في مكان يعني مهوي كما الكوزينة ما فيهاش الرطوبة. هكذا كي يعني يكون فيها حاجة تاع صديد ولا هنا مكاش يعني الضمان. ثاني اضطرابات في التيار الكهربائي أو أي عامل خارجي. الإفراط في الاستعمال، التقصير في الصيانة، الاستعمال وسائل نظافة غير ملائمة، وجود حشرات داخل المنتج، استعمال المنتج في مكان غير مخصص له أو استخدام بطاريات تالفة. وكاين شروط للضمان. للتمتع بهذا الضمان يجب على الزبون تقديم إثبات شراء الفاتورة والوصل، تقديم شهادة الضمان سرية المفعول. راح تلقاو هكذا من جانب الثلاجة تلقاو رقم تسلسلي، هذا لازم تحافظوا عليه ما تنحيوش. خليوه في الثلاجة، يعني تقدروا يعني تغطيوه بسكوتش هكذا باش يعني تحافظوا على هذا الرقم، لأن هذا الرقم هو الدليل تاع الثلاجة ديالكم. وراح تلقاو هذا يعني يجي مع هذا الدليل تقدروا تقراوه، يعني تعرفوا كامل واش كاين في الثلاجة ديالكم، تلقاو كلش يعني طريقة الاستعمال واش كاين فيها كامل. هنا كما راكم تشوفوا اول كي شعلت الثلاجة ديالي رحت درت الماء باش نشوف درجة البرودة يعني كيفاش تكون. يعني ما شاء الله يبرد مليح، حوالي 4 ساعات هكذاك لقيت الماء جامد يعني جامد مليح. تقدروا ثاني تحكموا في درجة البرودة كما راكم تشوفوا كاين بوطون في الكونجيلاتور وكاين من التحت، تقدروا يعني ديروها في برودة قصوى ولا متوسطة ولا ضعيفة. أنا درتها في المتوسط يعني حاجة فور يعني حاجة يعني باردة ما شاء الله. هنا ثاني كما راكم تشوفوا درت فيه الدلع مدة نص ساعة، لقيت الدلع ديالي بارد مليح يعني يبرد مليح. حاجة يعني ما شاء الله. هنا ثاني هذا هو البوطون اللي تقدروا تحكموا درجة برودة الثلاجة ديالكم. إذا هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم، التجربة ديالي مع ثلاجة ماكسويل، وفي الأخير نخليكم تسمعوا يعني الحس اللي ديروه هذه الثلاجة.